رفقاء لرعاية الأيتام هو الاسم المختصر الذي اختارته الجمعية ليكون عنوانا لها يعبر عن هويتها ويعرف برسالتها ويشير إلى طموحها، فهي تسعى لتحقيق رفقة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان روعة في عطائه جميلا في خلقه وخلقه، وهو القائل: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. ومن هذا المنطلق نشأت فكرة تأسيس الجمعية لتكون نقلة نوعية في مجال العمل الخيري بالمنطقة. تمنا في المسار صوب العلا بافتخار، نلقى شموخ اليتيم تزرع وتجني الثمار، فيها الأدب والوقار في كل مجد عظيم، في كل مجد عظيم نلقى شموخ اليتيم. تمنا في المسار صوب العلا بافتخار، نلقى شموخ اليتيم. مسيرة رفقاء ل3 أعوام. أولا، بناء الشراكات. قامت الجمعية بعقد اتفاقية تعاون وشراكة مع جمعية إنسان لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض. قامت الجمعية بعقد شراكة مع مؤسسة بيت الخبرة للعمل على الجودة والحصول على شهادة الآيزو. كما قامت الجمعية بتشكيل مجلس الأعضاء الشرفيين والفخريين واستقطاب شريحة كبيرة من رجال الأعمال بالمنطقة. قامت الجمعية بتشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة، اللجنة الإدارية والمالية، الأوقاف والاستثمار والبرامج والأنشطة. تدشين فريق رفق التطوعي. المشاركة فيما يزيد عن 12 معرضا خارجيا للتعريف بالجمعية. ثانيا، الزيارات واللقاءات. زيارة ما يزيد عن 100 جهة خيرية وحكومية واجتماعية لتبادل الخبرات. زيارة المسؤولين والجهات الحكومية ذات الاختصاص بالمنطقة. ثالثا، الفعاليات والمناسبات. نظمت الجمعية عددا من البرامج والمهرجانات حضرها ما يقارب 5000 شخص من جميع فئات المجتمع، ومن ذلك حفل تدشين الجمعية في عام 1434 للهجرة، فعاليات اليوم العربي لليتيم 1435 للهجرة، تنظيم أكبر احتفال نسائي لتكريم أمهات الأيتام حضره 700 أم وسيدة أعمال بتشريف من صاحبة السمو الملكي الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. فعاليات احتفال فرحة يتيم 1435 للهجرة وتوزيع هدايا صاحبة السمو الملكي الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على الأيتام. احتفالات عيدي الفطر والأضحى المبارك للأيتام. رابعا، التأهيل والتدريب. يحصل كل موظف على 75 ساعة تدريبية ليكون إجمالي ساعات التدريب التي يحصل عليها موظفو الجمعية 1500 ساعة تدريبية خلال السنة الواحدة. تأهيل تخصصي لبعض الوظائف التي تحتاجها الجمعية، مثل استشاري ضمان وجودة دولي معتمد، أخصائي مسؤولية اجتماعية. خامسا، إعلام رفقاء. تم تغطية أخبار ونشاطات الجمعية بما يزيد عن 500 خبرا على مختلف الصحف الورقية والإلكترونية، بالإضافة لعدد من المشاركات الإذاعية والفضائية. تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد. سادسا، البرامج الإلكترونية. برنامج الأمين للمحاسبة، برنامج الأمين لشؤون الموظفين، برنامج البطاقات الإلكترونية للمستفيدين، برنامج نقاط البيع للمستفيدين، برنامج التحويل السريع لرواتب الموظفين، برنامج نظام البصمة في الحضور والانصراف،
برامج أنظمة الحماية والمراقبة بالكاميرات. 7. الأوقاف والاستدامة المالية. تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله بمبلغ 10 ملايين ريال تم صرفها على النحو التالي: ما يلتفت للجروح وانعاش عمره أليم، ملامحه في وضوح يوم البشاير تلوح، ينثر طيوف النسيم في كل مجد عظيم نلقى شموع. تم الافتتاح الرسمي على يد صاحبة السمو الملكي الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، إقامة أكبر احتفال على مستوى المملكة لتكريم أمهات الأيتام. وتجني